هيجي لك 5 انواع دول غالبا هيتكرروا عليك كتير. اول عميل ده عنده شركه وبزنس، بس هو مش مقتنع بحته السوشيال ميديا دي ولا الاعلانات، ولا ان هو يصرف ترويج ويعمل اعلانات على السوشيال ميديا ويعمل محتوى كده. فالشخص ده بيبقى صعب جدا ان انت ايه، انت تقول له احنا عايزين نصرف لنا 50,000 في الشهر، 30,000. ده اصلا مش مقتنع. طب ده مقتنع بايه؟ مقتنع ان هو ممكن يصرف مرتبات، يدفع ايجار، يدفع ميه، يدفع نور، يدفع كل الالتزامات اللي عليه. يبقى مثلا الشركه بتاعته دي بتصرف لها مثلا في الشهر 100,000 مثلا، بس ما بيصرفش اعلانات بجنيه. مش مقتنع ان هو يصرف ايه؟ طب يا عمي، ما انت بتدفع مرتبات وبتدفع ايجار وبتدفع كل الحاجات دي، بس ما بتدفعش ايه؟ اعلانات. طب ده مشكلته فين؟ في الفور بيز: برودكت، برايس، بليس، بروموشن. انهي مشكله عنده؟ البروموشن. مش عنده منتج كويس ومسعره كويس وفي مكان كويس، بس ما بيعملش ايه؟ اللي هو ايه البروموشن؟ لا، الترويج، الوصول للناس، الاعلانات. ده مشكلته فين؟ في الاعلانات. طيب واحد تاني جايب منتج، هو شايف ان المنتج ده مناسب للسوق وجاب منه كميه ونزله السوق. كل ما يدي ميديا باير فلوس ويعمل له اعلانات ما يجيبش نتائج، كل ما يدي ميديا باير فلوس ويعمل له اعلانات ما يجيبش نتائج. ده مشكلته فين؟ اختار البرودكت مش مظبوط ومش معلوش احتياج في السوق، وفاكر ان المشكله فين؟ عند الاعلانات. لا، الاعلانات مش سحر، الاعلانات ما بتعملش السحر. الاعلانات هو ان انا اوصل الخدمه او المنتج لمين؟ للناس. فانت هتلاقوا ده وهتلاقوا ده. طيب الاولاني اللي مش مقتنع ده، هتحاول تقنعه. اقتنع اقتنع، ما اقتنعش خلاص. طيب لما بيقتنع بقى ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك طب خلاص انا ما عنديش مشكله، طيب يلا بينا نجرب مع بعض. طيب يلا بينا، عايزين ايه؟ عايزين نصرف. يقول لك ماشي، هحول لك 2000 جنيه تعمل لي بيهم ايه؟ اعلانات. يا عم طب انت بتدفع 50,000 جنيه مصاريف، انا هاخد 2000 جنيه عشان اعمل اعلانات بيهم؟ وبيجرب، عايز يجرب. طيب هو ايه اللي هيسد المصاريف اللي عليك؟ يعني 50,000 لو انت فاتح بيزنس وعندك التزامات 50,000 ولا 100,000، مين اللي بيرجع الفلوس دي؟ المبيعات. طب المبيعات دي بتيجي منين؟ فالموضوع بسيط جدا.